ركز معايا عشان في الفيديو ده هقول لك اخطاء بتعملها من غير ما تقصد مش هتخليك تتكلم انجليزي ابدا زي الاجانب، ومش بس انجليزي، اي لغه تانية بتتعلمها مهما عملت. مبدئيا معاك آلاء حسان، مترجمه محاضرات لغه ايطاليه، درست لاكتر من 700 شخص من كل حته في العالم الايطالي. بقول لك الكلمتين دول بناء عن خلاصه وتجربه سنين في اللغه. علشان تتعلم لغه صح لازم تتعلم انك افصل، يعني مش لازم اي حاجه موجوده في العربي تلاقيها في اللغات التانية. ما تقعدش تنخور وتدور وراها، لان هي بكل بساطه ممكن تبقى بتتقال بطريقه تانية في اللغات التانية وممكن ما تبقاش موجوده اصلا. خليني اديك مثال. موقف حصل لي لما كنت في ثانوي لسه درسي الانجليش. المستر بتاعي مستر احمد متولي قال لي عباره حلوه قوي: if at first you don't succeed try and try again. انا لما جيت اترجمها قلت له لو انت ما نجحتش في الاول حاول مره تانية. قال لي بس في ترجمه افخم منها بكتير، الا وهي لا حياه مع الياس ولا ياس مع الحياه. نصيحتي ليك كالاتي: اتعلم اللغه زي ما هي، حاول تربط العبارات باقرب معنى ليها في لغتك الام، ما تترجمش حرفي خالص، ومش لازم كل حاجه تلاقيها في العربي هتلاقيها في اللغه التانية. عندنا مثلا un detto molto famoso in italiano، عباره مشهوره جدا في الايطالي: sei in gamba دي لو هترجمها حرفي انت في الرجلين، انت في الرجل بس هي مش معناها كده، معناها انت ذكي جدا. هتقولي بس ملهاش علاقه. طب ما انت عندك كتير في العربي كلام ملوش علاقه بمعنى الحقيقي، زي مثلا لو قلت لك ده بينهم مصانع الحداد. لو واحد اجنبي هيفهم ان في مصنعين حد، بس احنا في العربي بنقول العباره دي لو اتنين بينهم خلافات كبيره، صح ولا لا؟ فهو نفس الفكره كده. خد اللغه زي ما هي، ما تجريش ورا الترجمه الحرفيه ابدا، وما تستغربش لو في تعبيرات موجوده في اللغه دي مش موجوده في لغتك. بس كده. استناني فيديو جديد، واكيد مش هفكرك ان انا فتحت الحجز بتاع كورس اللغه الايطاليه اللي هيبدا في الاجازه. ما شاء الله فتحته من اسبوع ودلوقتي وصل لنص العدد، يعني نص العدد اكد معايا الحجز. فلو انت انترستد ان انت تحجز معايا كورس ايطالي هيبداوا في الاجازه، شوف التفاصيل كلها في اول كومنت. تشاو، يلا بروسيما.